مستمعي راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. في منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم نلتقي مع شخصية مارست الكتابة، كتابة القصة والمقالة، كما انشغل في قسط هام من حياته بالسياسة. من خلالكم نرحب بالأستاذ محمد أمين سعدون، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم ولمستمعيكم الكرام. بداية، من هو محمد أمين سعدون كإنسان؟ محمد أمين سعدون إنسان بسيط من قرية نامية تقع جنوب شرق مدينة ديريك، متزوج ولديه 5 أطفال، وموظف مفصول عن الخدمة لأسباب سياسية، ويمارس العمل الكتابي والسياسي. وانشغالك بالكتابة منذ متى وكيف كان هذا الانشغال؟ يعود انشغالي بالكتابة في الثمانينات من القرن المنصرم، ويعود ذلك إلى الأجواء التي تربيت ونشأت فيها، وهي أجواء بدايات تربيتي في قريتي الصغيرة، والتي تقع في أطراف بعيدة من المدينة، والغنية بمفردات وقصص وحكايات وملامح كردية أصيلة. ويعود بداياتي للكتابة، تأثرت بتلك البيئة، ثم انتقالي في عام الثمانينات ودراستي المرحلة الثانوية في مدينة ديريك، ودخولي أجواء ثقافية وافتتاح أو وجود مراكز ثقافية لتكون منبعا للقراءة والمطالعة، وبعد ذلك الكتابة. وفي هذه الآونة، في هذه المرحلة، ما الذي يجذبك للكتابة عنه؟ حقيقة في هذه الأجواء المؤلمة والمؤسفة تكاد الكتابة تتوقف أحيانا، ولكن بما أنني انشغلت منذ بدايات عمري بالكتابة، لا يمكنني أن أتوقف عن الكتابة، ولكن انشغالي في هذه الأيام أكثر بالمقالة، كتابة المقالة السياسية ومتابعات الأخبار الثورة السورية، وتحليلات وآراء مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية وما شابه ذلك. وأنت كمثقف يمارس العمل السياسي، أسألك: أي الانتمائين، انتماؤك للسياسة أم انتماؤك للحقل الثقافي، هو المؤثر الأكبر في حياتك؟ يمر هذا العام صراحة وأنا أدخل عام 31 عاما للعمل السياسي، بأي بمعنى العمل التنظيمي، ولكن أفضل دائما الحقل الثقافي على الحقل السياسي، لأنني أرى في الحقل الثقافي الصراحة الأكثر والمصداقية الأكثر
الروح الإنسانية التي تمنحني دائما لخدمة الإنسان وقول كلمة الحق، فلا ألاقي هذا في الحقل السياسي. لذلك أقول وبصراحة رغم انشغالي لمدة 31 عاما بالعمل السياسي أفضل العمل الثقافي أكثر. وكيف تتصور أو تتمنى علاقة كاتب كردي ما بقضيته الوطنية؟ يبدو أن علاقة الكاتب الكردي بالقضايا العامة قليلة أو ليس بالمستوى المطلوب في هذه المرحلة، لأن الكاتب أو المثقف وهو على اعتبار أنه منتج للأفكار فهو يجب أن يكون دائما منبع للسياسي، فلا أرى هذا عند الكاتب الكردي أو المثقف الكردي الذي لم يقوم بدوره المطلوب حتى هذه اللحظة. وبرأيك أي منهما، أقصد المثقف والسياسي، أقرب إلى قضايا شعبه وصادق أكثر مع تعاطيك مع هذين الاتجاهين؟ هو الغالب يجب أن يكون كلا الطرفين مؤثرين ومنفعلين مع القضايا الشعب، ولكن يبدو أن السياسة عندنا في المجتمع الكردي وبالأخص في كردستان سوريا أصبح هناك دكاكين سياسية، فالسياسة أصبحت كسلعة تباع في تلك الدكاكين أو دكاكين تجارية يستفيد منها أصحاب الشأن، ولكن لم يدخل الثقافي حتى الآن في هذا الصراع المدوي والمزيف. وهل من جانب آخر من الممكن وضع المثقف والسياسي على التضاد أو على التعاكس؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الحالة المجتمعية؟ على العموم يجب أن يكون أو الطرفان متوافقين في قضايا الشعب، ولكن نرى ذلك في المجتمع الكردي هناك حقا تضاد بين السياسي والثقافي، ويعود هذا إلى عدم قدرة السياسي على العمل أو القيام بواجبه والمطلوب منه، لأن السياسي المنشغل أو المنشغل الآن في الحقل السياسي الكردي للأسف أشخاص أميين لا يريدون حتى سماع اسم المثقف أو آراء المثقف أو التقرب من المثقف، فيحدث هذا التضاد وهذا الصراع، وبالتالي يؤثر سلبا على المجتمع. إذن قد نقول بأنك تتهم السياسيين أنهم هم السبب في إبعاد المثقفين عن الاقتراب من السياسة. بالتأكيد أوافقك الرأي وأقول ذلك وأقصد ذلك. السياسي هو الذي يتحمل مسؤولية هذه العلاقة المتأزمة بين المثقف والسياسي، لأن السياسي يعتبر سلطة وإدارة المجتمع، فهو الذي يتحمل ما توصل إليه تلك العلاقة المتأزمة، وهو يساهم في إيجاد أو بعد هو بين السياسي والمثقف، لأن كما قلت سالفا السياسي غير مكتمل وغير واعي ولا يقوم بواجبه والمطلوب منه، لذلك يحاول دائما يتقدم بخطوات إلى الأمام ويتهم أطراف
أخرى بأن هم مسؤوليتهم والواقع الكردي الحالي، والمتهم الأول لديه هو المثقف. ومن جانبه أيضا كيف يمكن للمثقف أن يتجاوز سلطة السياسي هذه؟ حقيقة في هذه الظروف الصعبة لا يمكن للثقافي أو المثقف أن يتجاوز سلطة السياسي، لأن السياسي يتحكم بكل أمور المجتمع كما هو الظاهر، ولكن يجب على المثقف الكردي أن يقوم بدوره المطلوب منه أيضا، وهو دور الرقابي ودور إظهار الأخطاء والسلبيات وإنتاج الأفكار، وبالتالي لتكون الثقافة منبعا للسياسي بحيث يتأثر بتلك الأجواء الثقافية والأفكار التي يطرحها وينتجها المثقف، فيتأثر السياسي بتلك الأفكار بدون إرادته، وبالتالي يتأثر بتلك الأفكار ويصبح للمثقف دور وقيادي في على الأقل في تشخيص أمراض المجتمع وتشخيص حالات السياسية وما شابه ذلك. وكنت سأسألك، هل أنت راض عن المثقف الكردي بما يعالجه من قضايا في هذه المرحلة، وما الذي من الممكن أن يكون ناقصا في معالجاته؟ حتى الآن ونفس السؤال سألته قبل سنوات للأستاذ إبراهيم محمود، كونه كان يمتلك أدوات كبيرة في الكتابة والإنتاج الفكر، فسألته هل لديكم أو كمفكر يعني هل لديكم مشروع لتكون هذا المشروع مصدرا يستفيد منه السياسي في وضع خطته ومواقفه وآرائه حول مواضيع كثيرة، منها إيجاد حل القضية الكردية في سوريا. فحتى الآن بصراحة لم أرى مواقف وأفكار لم تتبلور بعد ومتبعثرة، ولكن كمشروع مطروح من قبل المثقفين لم أراه حتى الآن. وبتصورك متى يمكن أن يكون المثقف ملتصقا فعليا بقضايا الناس؟ ما هي الأدوات المتاحة له في ذلك؟ هو المثقف الحقيقي بطبيعته ملتصقا بقضايا الشعب، لأن المثقف حينما يمتهن مهنة الكتابة والثقافة وخاصة في المجتمع الكردي، فهو لا يستفيد من حالته هذا إلا التعب وإلا المسؤولية وحبه للخدمة الإنسان ومجتمعه. فهذا هو المثقف الحقيقي. أما المثقف حينما يخرج من هذا الإطار فلا يعتبر مثقفا حقيقيا برأيي. وهنا أي منهما يجب أن يسترشد بالآخر، السياسي بالمثقف أم المثقف بالسياسي؟ قلت سابقا السياسي يجب أن يستفيد من ينابيع الأفكار والمشاريع الثقافية للثقافي، بمعنى السياسي يجب أن يتبع الثقافي، ولكن للأسف في مجتمعنا لا أحد يعطي الأهمية للمثقف. هناك قضايا في الثقافة والمعرفة عموما لا تحتاج للسياسة، وربما السياسة تفسدها حين المعالجة، فهل يستطيع المثقف الذي يمارس السياسة خاصة في الأجواء التي نعيشها في حالتنا الكردية أن يخرج من عباءتها ويعالج قضاياه الثقافية باستقلالية وتجرد؟
أستاذ العزيز، أنا لا أرى بأن هناك أمور قد تكون بعيدة عن السياسة، ولكن في النهاية السياسي والثقافي الواجب عليهما خدمة المجتمع، فهما برأيي في النهاية يلتقيان في نقطة واحدة وهو خدمة المجتمع. فلذلك لا أفرق بينهما إلا لكلهما أدواته الخاصة. فللمثقف أدواته في خدمة المجتمع والإنسان وكذلك السياسي، ولكن ننتقد دائما السياسيين بأن أدواتهما لخدمة المجتمع والإنسان كثير، أو الغالب فيه هو لخدمة أشخاص وليس ومنافع شخصية وليس لخدمة المجتمع. فهنا بيت القصيد. ولكن تظل السياسة بمفرداتها على الأقل تطل برأسها في كتابة قصيدة أو كتابة نص ما. متى يمكن إعطاء الثقافة حقها، أي النظر إليها بخصوصيتها دون مؤثرات أخرى سياسية مثلا؟ صحيح، هناك كثير من الكتاب والمثقفين متأثرين بحالات لا أقول حتى سياسية بل أقول حزبية بحتة، ولكن يجب أن نعلم بأن كل إنسان لديه مواقف. فالمثقف إنسان من المجتمع يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، ويجب أن يكون له رأي. ولا أرى عيبا للمثقف أن يكون منتميا إلى فكر سياسي أو نهج سياسي معين، ولكن الذي أراه كارثيا وعيبا على المثقف أن يكون متحزبا وأن لا يكون حياديا في تقييمه للمواقف والأفكار والمشاريع المطروحة. وهل تلاحظ أنه عندنا مثقفون لا متحزبون؟ نعم، هناك أقلام وأشخاص ينطلقون من مبدأ أن الثقافة يجب أن تكون عادلة وحقة ولخدمة الإنسان، والذي يكون هدفه خدمة الإنسان باعتقادي لا يفرق بين حزب وآخر أو شخص وآخر، سوى منظاره الوحيد هو الأفكار والآراء التي تخدم المجتمع وترتقي به إلى مستويات أرفع وأجمل. أستاذ محمد أمين، ألا تلاحظ بأن هناك مدعون كثر للثقافة في الوسط الكردي؟ صحيح، كما هناك تشرذم في الحالة السياسية فهناك انعكاس لتلك الحالة في الوسط الثقافي أيضا، وبنفس العقلية وبنفس الأفكار وحتى أدوات بأيدي تلك الجهات السياسية، ولكن يعملون في الوسط الثقافي لتشويه تلك الوسط. وفي أحيان كثيرة يتم فرز المثقفين من ناحية الأهمية والوزن المعرفي حسب الانتماء السياسي، هل ذلك أمر جيد؟ لا أرى شيء جيد في هذا التصنيف، ولكن يجب دائما تصنيف المثقفين والأقلام حسب إمكانياتهم المعرفية والثقافية وحياديتهم لتشخيص المواقف والأمور التي تخدم المجتمع الكردي. إذن هناك جهات ترعى مثقفين لديها وتعتبرهم الأهم، أليس هذا واقعا ونلمسه في واقعنا الكردي؟ لا أرى للأسف حتى الآن جهة كردية ترعى المثقفين بهدف خدمة الثقافة.
ولكن هناك أشخاص قد يكون منتمين للأحزاب أو للجهات قد تختلف دورها عن غيرها لخدمة الأقلام التي تخدم المجتمع. ولكن حتى صراحة هذه الأشخاص قليلون جدا في المجتمع الكردي، لأن حقيقة أصبح هم السياسيين اليوم خدمة مصالحهم الخاصة. وفي محور آخر، أنت تعرف أن هناك أكثر من إطار ثقافي ينتمي لها المثقفون الكرد في روجافاي كردستان، كيف تقيم هذه الحالة؟ هو دائما نقول أو يبدو أن هذه مقولة قديمة جديدة وتتجدد دائما، وقالها شعراء كرد عظام أمثال أحمد خاني قرده هبوها ما اتفاقك فكرة بكرة ما انقيادك. هو دائما لا مانع من وجود أطر متعددة، ولكن يجب أن يكون هذه الأطر على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والإمكانيات. أما حين وجود أطر تتنافس على الزعامة وعلى الشرعية وعلى زيادة نسبة عددها لخدمة أطراف محددة، فأرى هذا كثرة هذه الأطر سلبية وليس إيجابية. وهل انسدت كل الطرق أمامكم وأنت واحد من أولئك الذين اشتغلوا في سبيل توحيد هذه الأطر؟ هل انسدت السبل أمامكم للوصول إلى حالة ثقافية كردية لا تشبه الحالة السياسية في تشرذمها ومعطراتها؟ نسعى دائما إلى تحقيق حالة كردية تخدم الثقافة الكردية، وبالتالي تبقى مصدر ومنبع منير للسياسي. ولكن للأسف لم نتوفق حتى الآن في تحقيق هذا الحلم. ولكن لا نيأس من هذه الحالة، لأنه وتبقى جميع الأبواب مفتوحة والمساعي جارية لتحقيق هذا الهدف، لأن تحقيق هذا الهدف بالتأكيد ستخدم الثقافة الكردية والحالة الكردية بشكل عام. ونقول مرارا وتكرارا، وأيضا خلال زياراتنا ولقاءاتنا مع إخواننا في أجزاء كردستان الأخرى نصحونا بأن الأفضل لكم ولمستقبل الثقافة الكردية هو عدم تعميق هذه الخلافات وهذه الهوة بين المثقفين، وحتى أتوا بأمثلة حية من واقعهم كما في كردستان العراق، وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا وشرحهم لنا بأن خلال اقتتال الكردي الذي حدث في كردستان العراق قال لنا أكثر من شخص من الكتاب والمثقفين الكرد من جنوب كردستان من أقليم كردستان بأن خلال تلك الفترة المظلمة والمؤلمة لم يتجرأ أحد على حدوث شرخ أو انشقاق في اتحاد أدباء الكرد في كردستان العراق. فلذلك بما أن هناك مساعي حميدة ووعي من الأخوة والخبرة والتجارب قديمة في التاريخ الكردي يجب الاستفادة منها، فنحن ماضون إلى تحقيق هذا الحلم، وسنحاول وسنسعى إلى
إيجاد مناخ وبيئة خصبة وصالحة لتحقيق هذا الهدف الجميل والمنشود والمهم. ومن جانب آخر يقول بعضهم إن تعدد الأطر الثقافية يفيد الثقافة نفسها أكثر، ولكن ذلك لا يفيد السياسة. أنت ماذا تقول في هذا الرأي؟ قلت قبل الآن إيجاد عدة أطر أمر طبيعي، ولكن بشرط أن لا تتنافس وتتصارع هذه الأطر لخدمة أجندات سياسية. ولكن صحيح أنه إيجاد إطار أو عدة أطر قد تخدم أطراف سياسية وتعطي مبرر لتشرذمها وانشقاقاتها وعدم توافقها على رؤى ومشاريع واحدة، ولكن كنا نسعى ونتأمل أن لا أو تتوحد المؤسسة الثقافية في كردستان سوريا لتبقى نموذجا يحتذى به السياسي لتوحيد الأطر السياسية، على الأقل على مشروع يخدم الأمن القومي الكردستاني. وفي نهاية هذا الحوار لو طلبت منك كلمة قصيرة لمن توجهها؟ كلمتي أوجهها للسياسيين الكرد الذين بصراحة خنقوا كل شيء، سعوا إلى شرخ المجتمع الكردي. قبل كان هناك خلافات بين الأحزاب والأطر السياسية، ولكن أصبح الآن الشرخ امتد إلى جسم المجتمع الكردي، وهذا خطر محدق وستدوم نتائجه على المجتمع الكردي سلبا حتى في الأيام المقبلة. أستاذ محمد أمين سعدون، شكرا لاستضافتك لنا ورحابة صدرك. ولكم الشكر الجزيل. مستمعين الأعزاء، كنتم في منتدى هيفي الثقافي، وكان معنا الأستاذ محمد أمين سعدون ضيفا، وأنا فرحان كلش محاورا، وإلى لقاء آخر.